مالك؟ لا ما فيش حاجة يا ابني، الحمد لله الحمد لله. وانت ايه اللي جابك هنا؟ أقول لك إيه يا ابني؟ أقول لك إيه؟ منها لله اللي كانت السبب في المرمطة اللي أنا فيها دي. هي مين يا حاج؟ مراتي يا ابني، مراتي الله يجازيها. عملت ايه؟ خلعتني. ايه؟ خلعتني يا ابني بعد عشرة 47 سنة. 47 سنة عايشين مع بعض في أمان الله. 47 سنة. كم؟ 47 سنة. برافو يا ابني. 47 سنة عايشين مع بعض، ما غلطتش فيها غلطة واحدة عشان أستاهل المرمطة والبهدلة اللي أنا فيها دي دلوقتي، وأنا في آخر أيام حياتي وعايش لوحدي. عايش لوحدي، خايف يجرالي حاجة، ما لاقيش حد يديني كوباية مية، لكن ربنا موجود، ربنا موجود. لا يا ابني، لا مش عايز فلوس يا ابني والحمد لله. أنا معايا فلوس كتير، أنا معايا 13 قرش كتر خيرك. أنا بس عايز منديل عشان. اتفضل. لا أنا عايز منديل ورق من أبو ريحة. لا اتفضل. شكرا يا ابني كتر خيرك. شكرا. واسكالوب بانيه. عايزين اي حاجة سريعة بس بسرعة لو سمحت. تحت امرك يا فندم. وبعدين تفهم اخوكي ان انا مش عايز اشوف وشه لا في البنك ولا في البيت. بقى الناس بتيجي عشان تتفرج على المنظر الجميل ده وانت قاعد مديله ظهرك؟ ما انت عارفة ان ما بحبش الاماكن العالية. يا سيدي حبها علشاني وعلشان الاولاد، ما انا علشانك سبت الشغل. يا سلام، ده عادي انك تسيب الشغل، انما الاولاد عرفوا منين البرج؟ شافوه فين ده؟ رندا هانم. اهلا. ازيك يا رندا هانم؟ ازيك يا استاذ طارق؟ الله يسلمك، والله وحشانه جدا. ماما ايوه حلوه قوي الست اللي مع بابا. والله احلى مني. خلاص هستناك يا رندا هانم، مع السلامه. نفسي تبقى لذيذ معانا مره كده زي ما انت لذيذ مع الناس. طب ما انا لذيذ اهو، وبعدين انت مالك ومال الناس؟ رندا هانم دي مديرة التمويل في أكبر شركة أجنبية بتتعامل معانا في البنك، يعني ست عظيمة وناجحة جدا. ناجحة جدا؟ وأنا مش ناجحة جدا يا طارق؟ إيه علاقة إن أنت ناجحة ولا مش ناجحة باللي أنا بقوله ده؟ علاقته إنك شايف نجاح الناس ومش شايف نجاحي. علاقته إنك بوظت عليا أهم لحظة في حياتي. حتى اليوم اللي الناس بتعترف فيه بنجاحي أنت هديته. أولاً توطي صوتك وأنت بتتكلمي معايا. ثانياً رندا دي لو ليها أخ زي أخوكي كنت رميتها من البرج. ثالثاً لو فعلاً عايزة بقى تتكلمي في الموضوع ده نكلم فيه تحت مش فوق جداً كده. رابعاً أنا مش نازل في الأسانسير. مين نازل معايا على السلم؟ بتستهبلوا يعني. يلا يا ولاد جوه. كريم ونور خش على اوضتكم. تعالي لي بقى يا هانم عشان عايز اتكلم معاكي. نعم، ايه تاني؟ خش جوه. اوعي تفتكري ان انا اهبل واني مش فاهم ان انت عماله بتلفي وتدوري عشان موضوع شغلك. هلف وادور على ايه؟ هو انا خايفه؟ اذا كنت فاكر ان خروجنا واني بحاول اخفف المواضيع بينا يا ده. سلام، تخففي المواضيع تطلعيني البرج؟ امال لو بتطينيها هتطلعيني فين؟ من غير لف ودوران،
انا عاوز ارجع شغلي. شغلك ده كان هيضيع البيت كله. كارثة امبارح دي سببها اهمالك في بيتك. ما تحاوليش بقى تقنعيني ان شغلك ده مش هو السبب. اللي حصل امبارح انا وضحته لك ومش هتناقش فيه، انا بتناقش في حقي اللي اشتغل. بيتك هو الاحق يا مها، وشغلي هو حقي اللي هدافع عنه. وانا بدافع عن حقي وحق اولادي وبيتي. حقك وحق اولادك وبيتك، ولادك وبيتك، وانت كمان لازم تفخر باني ست ناجحه. نجاحك ده ملوش اي قيمه وبيتك بايظ. العروسة تمضي على شيك بنكي بمبلغ 50,000 جنيه يتحصلوا وقت ما بنتك تخلع. هي حصلت شيكات بناقص الجوازة دي. اتفضلوا بره. بره! ايه اللي انت بتهببه ده؟ يا ابني بأمنك دي عيلة واطية، مش شايف بتردنا ازاي؟ بره! ازيكم؟ اهلا 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 اهلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا نور؟ بابا انت ليه ما تطلعش في التلفزيون زي ماما؟ وفي زي ماما دي. خشوا انتوا جوه بقى عشان عايز اتكلم شويه مع ماما اللي بتطلع في التلفزيون. يلا. هو خالهم هنا ولا ايه؟ طارق مالكش دعوه بيه. خلاص يا ستي ماليش دعوه بيه. بصي انا مش هتكلم، اللي انا جايبه معايا ده هو اللي هيتكلم. اتفضلي. دي بقى شهاده التقدير بتاعتك، بروزتها لك اهي يا ستي. ماشي. اتفضلي يا احسن مدرسه في جمهوريه مصر العربيه. انت صلحتها؟ مش بس صلحتها، انا كمان موافق انك انت تشتغلي. وايه الجديد في ده؟ انا بشتغل. لا قصدي يعني ان انا ما عنديش مانع بعد كده في حكايه شغلك دي. يا مها يا مها خلاص بقى يا مها. يا سلام، ما كان الشغل هو المشكله، ايه اللي غيرك؟ حبك. ويعني ما ينفعش الواحد يفكر وبعدين يكتشف انه كان غلطان وبعدين يتغير؟ وتنشيف الدماغ وطولة اللسان. ما هو غصب عني يا مها. انت اصريتي صراحه ان انا اطلع في المرجحه العاليه جدا اللي في الملاهي، وانت عارفه كويس ان انا ما بخاف من الاماكن العاليه. ده صراحه اختبار ما كانش فيه اي عدل. ونجاح كل الستات الا انا. بالعكس بقى، انت انجح منهم كلهم. في واحده منهم عندها جايزه زي دي. ومن مين؟ من المحافظ، مش رئيس حي مثلا. ما خلاص بقى، احنا بدنا حاجات جميله قوي. صح؟ اخويا. اخوها؟ طب ما انا جوزها. لا لا ده زودها قوي. قال يا فرعون ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. خليه يديك على دماغك كمان وكمان وشيلي بقى. يوه يا سميحه، يعني اعمل له ايه يعني؟ انفجري طرشقي، هو مستقل بيكي ليه؟ اديله على دماغه. حياتي. اي وحشتيني. حذري فزري، جبت لك معايا ايه؟ جبت ايه؟ تين شوكي؟ يستاهل بقك. بشوكو؟ الله، ما معقول اسيب ايد غريبه تمد عليه؟ انا اللي هشيلك شوكو يا حياتي. طب استاذن انا بقى. لا والله ما انت قايمه. تشربوا ايه؟ النسكافيه بتاعك معروف طبعا. وانت يا مها؟ شاي من فضلك. عيوني. بسرعه. طيب قوي سليمان. هو يقدر ما يبقاش طيب؟ قطعي الطارق ده لازم توري له نابك الازرق. لو فوتش له المره دي انسي.
انسي، هيفضل ربك العمر كله ومدلدل رجليه. يقول لك مفيش شغل، قولي له لا فيه، طالما بيتي مظبوط. مش عاجبه بقى هيشوف ايام سودة لغايه ما يعرف ان الله حق. اتفضلي، وادي زرار اهو مخلوع. ده كلام فارغ، دي عيشه مهببه. لا عارف البس ولا عارف اروح البنك. يا هانم ما تيجي تشوف ابنك، مش ابنك ده. مش عارف اشتغل، مش عارف اشتغل. مش ابنك ده يا هانم، لا عارف اقرا جورنال ولا مجله ولا عارف ارتاح في البيت. هرتاح فين؟ ولادك وبيتك وانت كمان لازم تفخر باني ست ناجحه. نجاحك ده ملوش اي قيمه وبنتك بايظ. يا مان، ما صحيتنيش ليه اما المنبه ضرب؟ اتأخرت. حضري الفطار بقى بسرعة. فطر نفسك. أفطر نفسي؟ مش وقت هزار خالص. جهزي الفطار بسرعة، أنا متأخر. مش هجهز حاجة يا طارق. إيه ده؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ أيوه اتجننت. أنا خالعة يا طارق. خالعة؟ إيه الألفاظ دي؟ أمال بس محافظ وجوايز، اسمها خارجة.